الحشد الشعبي دولة فوق الدولة وليس دولة داخل الدولة. لا يوجد غطاء دستوري لما يسمى بالحشد الشعبي، لا يوجد غطاء قانوني، وأصبح يمتلك الأمور اللوجستية والسلاح الذي غير موجود حتى لدى الجيش العراقي. من نقعد نتفاهم ويا وزير الدفاع العراقي يقول والله لا عندي سيطرة على الحشد الشعبي، لا عندي التسليح اللي دا يتوفر للحشد الشعبي. شنو مكنون هذا الحشد الشعبي احنا ما عندنا نعرف. صارت هنالك جرائم ترتكب تحت عنوان مظلة الحشد الشعبي. هذا اللي دعا المرجعية في كل جمعة تنطي تحذيرات يا اخوان لا تخلون هذا العنوان المبارك، لا تخلون هذا العنوان الشريف، لا تخلون هذا الهدف السامي في التصدي لتنظيم داعش الارهابي يستثمر من قبل الميليشيات ومن قبل مجرمين يريدون يحققون اجندات خاصة بهم، اجندات مرتبطة ببعض دول الجوار الاقليمي. وبالنتيجة اليوم قلنا لهم احنا مكة اولى بشعابها. نفس الجيش الامريكي اتقهقر بالفلوجة الاولى والفلوجة الثانية، وبالنتيجة اجى الجنرال بترايوس سلح العشائر العربية السنية في محافظة الانبار وقدروا يصدون تحت مسمى الصخوات وقدروا يصدون تنظيم القاعدة الارهابي. وبالنتيجة انت جايب لي اليوم تسلح الحشد الشعبي وما تسلح ما تسلح اللي ما ارجع اقول لك لا له غطاء قانوني وليس له غطاء دستوري، وما تسلح العشائر العربيه، وبالنتيجه تشوف هذا القتل والذبح على الرغم من ان الخارطه الجغرافيه اذا اصبحت الخارطه الجغرافيه لتنظيم داعش الارهابي هو في المناطق ذات الغالبيه السنيه. والله